جوزي بعت لي رسالة وبيقول لي انتي طالق عشان انا ما كنتش من مستواكي ولا من مستوى اهلك ولا كانوا رافضيني. فانا حبيت ان انا اوريكم درس او اعلمكم درس تحلفوا بيه طول عمركم. وبعت لي انتي طالق. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ حكايتنا النهاردة لكل بنوتة، لكل واحدة متمسكة بواحد واهلها شايفين ان هو لا يصلح ليها. امشي ورا اهلك. قصتنا النهاردة بتقول أنا اتعرفت عليه وتعلقت بيه جدا، فطلب ان هو يتقدمني بعد ما عرف ان انا حالتي كويسة ماديا جدا، وان والدي معاه فلوس مبسوط جدا، واخواتي، وان عيلتي عيلة كبيرة، وان انا الحمد لله متعلمة تعليم كويس جدا، وهو برضو متعلم تعليم كويس جدا، بس ظروفه يا دوبك على قده، وشغال شغلانة عادية يعني مش مناسبة ليا. بس أنا كنت خلاص اتعلقت بيه وحبيته قوي وشفته أحسن واحد في الدنيا. راح اتقدم لأهلي، وأهلي بعد ما سألوا عنه قالوا لي لا مستحيل، ده لا يصلح ليكي تماما، لا من مستواكي ولا من تفكيرنا ولا من حياتنا، ولا مستواكي مادي ولا مستواكي التفكيري ولا أي حاجة خالص، ولا أهله مناسبين إن احنا نناسبهم. هي صممت، وكان تصميمها قوي جدا شهور وايام، لا انا بحبه، انا ما اقدرش استغنى عنه، انا مش هتجوز غيره. كان بيجي لها ناس كتير جدا من مستواهم ومن حياتهم ومن من تفكيرهم، يعني ناس عايشه زي ما دول عايشين، هم دول عايشين. ده كان باباها عايز يجوزها واحد زي كده عشان تعيش مرتاحه، بس هي كان كل تفكيرها لا لا لا، انا هقف جنبه وهخليه انسان تاني خالص، انا هاخد واحد بفلوس اعمل بيه ايه وانا ما بحبهوش. فكان قعدت تضغط على والدها ووالدتها كتير لحد طبعا ما اضطروا ان هم يوافقوا عشان بنتهم ما تأذيش نفسها او تعمل اي حاجة مش صح. قالت لي بعد ما ربنا كرمني واتجوزته خلاص، كنت طايرة من الفرحة وطايرة من العيشة معاه، رغم ان ظروفي اختلفت تماما، وان بابايا قال لي بعيد عني، انا مش هصرف عليكي وعليه، شيلي مسؤوليتك وهو يشيل مسؤوليتك، ووريني هتعرفي تعيشي في المستوى اللي انت كنت عايشاه ولا. اتحديت والدي واتحديت والدتي وقلت لهم انا هوريكم، واخواتي وقفت قدامهم، انا هوريكم هو هيبقى ايه وهيبقى ازاي، وانا هقف في ظهره، وان شاء الله هثبت لكم ان هو انسان كويس وانسان طيب ومحترم وراجل، والراجل مش بفلوسه، الراجل بطبعه وباسلوبه وبطريقته. قلت لها تمام. قالت لي مفيش. قعدت كتير ايام وشهور ان انا اروح للدكاتره عشان احاول. كانت اول حاجه بتدور عليها الخلفه، ان انا كان نفسي ربنا يرزقني بولد او ببنت عشان يحنن قلب بابا وماما عليا، يخلوني ان انا ابقى دايما في علاقه ما بينهم، رغم ان هو كان دايما بابا بيقول لي انت تيجي على راسي وتقعدي قدام عيني، انا ما بحبهوش، ما بحبش اشوفه. كان نفس الكلام مامتي واخواتي ما بيحبوش يشوفوا جوزي نهائي، ولا بيحبوا يجتمعوا معاه. جوزها كان حاسس بده كله، فكان برضه يعني بعيد، ما بيحبش يحط نفسه في الصورة معاهم. مناسبات يقول لها روحي انتي، باباها طلبها روحي انتي، فين وفين لما يشوفوه ويقابلوه يسلموا عليه، بس كان ما بينهم العلاقة مش كويسة خالص. فكنت نفسي اثبت واجمعهم ان هو مش وحش وان هو كويس ويستاهل كل خير. قالت لي بعد فترة من جوازي، فترة كبيرة، والدي توفى، فساب لي فلوس كتير جدا، ورث كبير جدا. اخويا اخواتي قالوا لي هتاخدي ورثك، حرام عليكي ان انت تاخديه، وعيل زي دوت يضيعه ويصرفه، لان ما هيصدق ان ربنا رزقه بفلوس ما كانش يحلم بيها. قالت لهم لا، انا حرة انا وجوزي، والطريقة اللي احنا هنعيش بيها احنا حرين، وده ورثي وما حدش ليه دعوة. صممت ان هي تاخد ورثها، وكان اخواتها عايزين يشغلوا ورثها معاهم ويدوها فلوسها كل شهر ويعيشوا زي ما كان باباها شغال. انت شغلك بس هتاخدي فلوسك هنشيلها لك في البنك باسمك، اضمني نفسك واضمني حياتك، الولد ده احنا مش واثقين فيه.
والدتها كانت على نفس الرأي برضو، صممت قالت لهم لا انا مش هفضل سايبة جوزي طول عمره ايده مش طايلة ومعهوش وانا معايا كل الملايين دي. المهم اخواتها خلاص قالوا لها انت حرة، ما ترجعيش تشتكي ولا تندمي ولا تحكي اي حاجة حصلت لك بسبب ان انت ما بتسمعيش الكلام. خدت الورث من اهلها من اخواتها، وما شاء الله الورث كان اللهم بارك فلوس كتير. قالت لي يعني انا ما كنتش متخيله ان انا هورث، لان انا ما كنتش مدققه قوي مع بابايا ولا بسال ولا بعمل ان انا هورث الفلوس دي كلها، وان اخواتي عطوني فعلا حقي بما يرضي الله وما رضوش ياكلوني في جنيه. وماما عطتني كل اللي وراها واللي قدامها، وقالت لي عشان انت وحدتي انت ليكي ان انت تاخدي حاجتي بعد ما اموت. فوالدتها كانت طول الوقت تقول لها خلي بالك، خدي بالك يا بنتي، ركزي يا بنتي، ما تعمليش حاجه تضيعك يا بنتي يا بنتي يا بنتي. فكنت دايما بسمع مش عايزين نشوفوك، كنت خلاص قلت لهم انتوا بعيدوا، انتوا في طريق وانا في طريق، طالما انتوا مش طايقين جوزي ومش حابينه، فانا هو ما بيعاملني الا بكل طيبه وبحنيه، ما شفتش منه حاجه وحشه. حب بقى و... وكلام يعني كلع بعقلها حلاوه زي ما بيقولوا. المهم البنت لما هو لقاها ورثت وربنا كرمها وراحت حملت كمان وكل ده ومعاها فلوس وربنا كرمها ان هي حملت وكده، كانت فرحانه وقالت لك حياتي هتبدا من جديد مع الراجل اللي انا بحبه، وحياتنا هتختلف تماما وهتبقى زي ما انا عايزه واحسن. المهم الدكتور قال لها انت ما تتحركيش من مكانك تماما خالص، تتنك في مكانك، احنا ما صدقنا ان انت ربنا كرمك. طبعا جوزها سمع الكلمتين، رتب على الكلمتين بتوع الدكتور واقعدي في مكانك وما تتحركيش. كان فرحان بيها وجاب لها حد يخدمها ويطبطب عليها داخل طالع، وخلي بالك من نفسك والنبي انا ما صدقت ربنا كرمنا، والكلام الياما قوي لو فضلت احكيه هنعده دقايق كتير جدا. المهم قال لها انت لازم انا مش عارف اتصرف، واحنا كنا بدأنا ان احنا نعمل المشروع، فانا مش عارف اعمل اي حاجة، انت لازم تعملي لي توكيل بالإدارة، ان انا او توكيل رسمي عام ان انا اتصرف، لان انا اخاف عليك ان انت تتحركي وتروحي وتيجي وتركبي مواصلات وتركبي عربيتك وتروحي وتيجي وتحصل لك كل ده بسبب احنا ما صدقنا ان ربنا كرمنا. البنت طبعا من حبها فيه وتعلقها فيه وبقالها فترة عايشة معاه وما شافتش منه إلا كل خير وحنية وطبطبة وقلب كبير وكل حاجة حلوة. طبعا قالت له طبعا أكيد، وهي كانت طبعا مصدقت إن هي ربنا كرمها بالحمل ده، فكانتش عايزة تضيعه بأي طريقة. راحت وعملت له التوكيل وكل حاجة وعايش معاه وعمل المشروع وكبره وكل حاجة عملها، وهي في أثناء ما هي حامل، لحد ما ربنا كرمها. ويوم ما راحت تولد كانت الضربة القاضية، كان هو محول كل حاجة كل حاجة كل حاجة، كل جنيه باسمه وليه، ما سابلهاش جنيه واحد يخصها، لا عربيتها ولا فلوسها ولا حاجتها ولا أي حاجة اتكتبت باسمها، كل حاجة اتاخدت. مع إن هو كان عامل شغل بره مصر، وكان عارف ان هو هيضرب الضربة القاضية يوم ما هي تروح تولد واهله واهلها يتلهوا فيها وهو يختفي تماما ويسافر بره مصر. طيب اخواتها شكوا في عدم حضوره، اخواتها شكوا في عدم حضوره، ما عرفوش يتكلموا ولا يعملوا حاجه لما اختهم تقوم بالسلامه وتسال عنه، قالوا له لا ده في مشوار ومش عارفه ايه، لحد ما روحوها البيت وبقت كويسه وما فيش اي حاجه. لقيت الرساله جاي لها انت طالق، مع اثباتي لاهلك ان انا عرفت ازاي اعرفكم انا من مستواكم ولا لا، وعرفت اديكم القلم كويس على وشكم. هي في صدمه لحد دلوقتي، صدمه عصبيه لا حول ليها ولا قوه. ندعو لها ان ربنا يعدلها الايام اللي جايه على خير ويسندها. هي عايزه حل وعايزه تشوف انا اخرتي ايه، والقهر اللي انا فيها ديت هعمل فيها ايه. انا اخواتي مقاطعيني بسبب الموضوع ده، الحنينه عليا امي، وانا كل حاجه راحت ودنيتي كلها راحت ومش عارفه اعمل ايه.
السلام عليكم ورحمة الله.